فضيحة من العيار الثقيل هزت جماعة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، تورط فيها ذئب بشري يحمل صفة الأبي حسرة اتهمت ابنته القاصر البالغ 17 عاما باغتصابها لا أزيد من 1.5 سنة. وظهرت الفتاة في مقطع فيديو تداولته العديد من الصفحات الفيسبوكية وهي تتحدث باللغة الأمازيغية وتكشف التفاصيل الكاملة لحكايتها المؤلمة مع ودها، موضحة بأن ودها اغتصبها وربط علاقة جنسية معها بالقوة، ما أسفر عن حملها. وكشفت جمعية نحمي ولد المهتمة بحقوق الطفل على صفحتها بالفيسبوك عن مساندتها للقاصر حتى يتم إنصافها قانونيا، معبر عن استنكارها الشديد لهذا الفعل الشنيع. ومن المحتمل أن يخلف هذا الفيديو ردود فعل قوية لدى الرأي العام المحلي والوطني.